العلاقة الزوجية أشبه بسفينة، والزوج هو القائد. إذا كان الزوج حكيم ومحب، السفينة هتمشي بهدوء وسلام وسط كل العواصف. الزوجة بطبيعتها كائن حساس وعاطفي، تتأثر جدا جدا بطريقة تعامل جوزها معاها. لو منحها الحب والاهتمام وحسسها بالأمان والاحتواء، هتكبر مشاعرها تجاهه وهتفيض على البيت كله بالسعادة والراحة. لكن لو كان قاسي وعنده لا مبالاة، هيخلق جواها شعور بالخنقة والخذلان، وفي الآخر هيؤدي لتوتر العلاقة وممكن كمان لانهيارها. الزوج هو المحور الأساسي للعلاقة الزوجية، هو الوحيد اللي ممكن يخلي بيته جنة أو جحيم. بالتقدير والاحترام هيلاقي زوجة محبة وداعمة ليه، وبالإهمال والجفاء وعدم تقديره ليها أو التفاهم معاها هيلاقي ست تعبانة ومنهكة نفسيا وعاجزة عن تقديم أي حب. العلاقة ما بتتبنيش فقط على المسؤوليات، كمان على مشاعر حقيقية، تفهم عميق، كلام طيب بيعبر عن الامتنان والحب. الراجل الناجح في جوازه يعرف يقدر مراته. الراجل الناجح في جوازه هو اللي بيعرف إن زوجته مش بس شريكة حياته، كمان هي مراية للي بيقدمه. فلو كان كريم بعاطفته وجد منها أضعاف مضاعفة من العاطفة، وإن كان بخيل في الحب والاهتمام أو بخيل في التفاهم أو الاحتواء، انعكست عليها حياته البهتة. كل راجل عليه إنه يفتكر إن مراته محتاجة القلب قبل ما تحتاج لإيد، وإن هو مفتاح السعادة الزوجية. وده أمر من الله سبحانه وتعالى وسنة من النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، مش رفاهية أو كلام بيتقال وخلاص. وإنت متجوز علشان خاطر انت تفهم إن سعادتك بإيديك وتعاستك بإيديك، مترجعش ترمي اللوم على حد.